الاهلي يفوز على الزمالك 3 مرات في خلال اسبوع. والله اقول لكم ازاي. وكمان هنتكلم عن حقيقه عوده وسام ابو علي وصداع الو ديانج والصفقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم هيثم كرو السينمائي، بنحلل كوره وسينما مع بعض. صلوا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا يا جماعه وليس امر دعمونا بالاشتراك في القناه، واشتركوا في القناه. واليوتيوب على فكره بيقولوا الاشتراك في القناه مجانا، واخواتنا اللي هم في التيك توك يشتركوا في قناه اليوتيوب. ولو حبيت الخير لغيرك والله اكيد الخير هيجي لك، ده لا محاله في ذلك. النهارده يا جماعه النادي الاهلي غلب الزمالك 3-0. ايوه، مواليد 2005 تحت 21 سنه غلبهم 3-0. والاسبوع اللي فات يوم الاحد اللي فات الاهلي غلب الزمالك في السوبر المصري 2-0. ويوم الاثنين اللي على طول بعد ماتش السوبر الاهلي غلب الزمالك مواليد 2007 غلبهم 3-2. يا في ثلاث مباريات ورا بعض في خلال اسبوع الاهلي يهزم الزمالك. كان الله في عون الزمالك وجماهيره. الخبر اللي بعده يا جماعه حقيقه عوده وسام ابو علي. وسام ابو علي مش هيرجع مصر تماما، ولا هيلعب في الاهلي ولا بيراميدز ولا الكلام ده كله خالص. كل ده اشاعات، لان وسام ابو علي كان بيتواصل مع لعيبه الاهلي وزمايله بيسلم عليهم. قال لهم انا مش هرجع مصر، انا مركز في الدوري الامريكي، عشان هو كل تركيزه هو واسرته ان هو عايز ياخد الجنسيه الامريكيه. وما ادراك ما الجنسيه الامريكيه. فهو قال حتى ولا هرجع دوري سعودي عشان في بقى ملايين الدولارات والكلام ده كله، ولا اي دوري خليجي. الراجل مركز في الدوري الامريكي عشان خاطر الجنسيه الامريكيه، عشان نقفل الباب ده، عشان في كلام ان بيراميدز بيفاوضوا، بيراميدز عايزه. لا، كل ده اشاعات على فكره. الخبر اللي بعده يا جماعه اليو ديانج، الاستاذ اليو ديانج، يعني تجديد عقده مع الاهلي ولا لا؟ هو كل شويه هيجدد. لا، وكيله بيتكلم مع الاداره. قالوا له طب خلاص يا اليو، ليك 1.5 مليون دولار، وليس زرار، عشان يكملوا له حوالي 2 مليون عن طريق الاستاذ ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي. قال هيحط 300 الف دولار من جيبه، مع كمان 300 ألف من شركة الكورة، الإعلانات، الكلام ده كله، عشان يوصل لحوالي من 2 مليون وحاجات. فأليو ديانج بيقول لك لأ، وبيماطل وبيمانع. طب إيه المشكلة يا عم أليو؟ أنت أصلا يعني أنت ساعات بتبقى أبس أند داونز، حبة تبقى فوق وحبة تبقى تحت، ومش مركز ساعات، وتضرب لخمة، وليك حاجات غريبة يعني. طب يعني يا جماعه، طب ما احنا عندنا عمرو الساعي. عمرو الساعي الهاف ديفندر، لاعب خط الوسط، بيلعب في اعاره في النادي المصري. الاهلي ممكن يجيبه، هو اصلا اتدفن ايام كولر. ما يجي عمرو الساعي، وما تجيب حامد حمدان، اللاعب ده جوكر يعني، وبيلعب في كذا مركز، مدافع وخط وسط والكلام ده كله، ساعات بيلعب 8. احسن من اليو ديانج اللي هو طالب ب 2 مليون دولار ومغلي قوي، اوفر قوي يعني. الاهلي يا جماعه ما بيوقفش على حد يعني، الاهلي كبير جدا يعني، افضل من اليو ديانج بكتير يعني. السلام عليكم.